النهارده هنعمل بيتزا. تعال نعمل اول الخميره اللي هنخمر بيها العجينه الاول. ايه هي؟ عايزين شويه ميه، وهنحط الخميره، معلقه خميره ومعلقه سكر. دي الخميره الاول هنخمرها، نزود لها وهنسيبها تخمر شويه. وكده الخميره بتاعتنا خمرت، احنا سيبناها ربع ساعه كده لغايه لما خمرت. هنرجع نعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الدقيق بتاعنا، ده كيلو دقيق، او لو اكتر لو حابين انتوا تحطوا بزياده. هحط على الدقيق ربع معلقه ملح. اهي انا بحب احط لها بيكنج باودر عشان بتخليها هشه شويه، تخلي العجينه بتاعتها هشه. احط لها بيكنج باودر. هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ شايفين الخميره خمرانه ازاي؟ شايفين؟ نبتدي نعجن العجينه بتاعتنا ونزود ميه. احنا بنعجن نزود ميه. وكده عملنا المرحله الثانيه. كده خلصنا العجينه بتاعتنا، عجناها. في مرحله ثالثه هنعملها اللي هي ايه؟ اللي هي الزيت. انا ما رضيتش احط الزيت في الاول لان الزيت بحطه في الاخر، بتاع ربع كوبايه زيت. الزيت ده هشربه في العجينه كلها، هشرب بيه العجينه كلها بالزيت. انا بحب اعمل عجينه البيتزا بالذات في الحله او اي عجينه، لان بحب اغمرها بالغطا بتاعها واسيبها تخمر براحتها. الغطا لما بيكون عليها الغطا بتاعها بيخليها تخمر بسرعه. في اللي حابب يحطها في علبه بلاستيك ويغطيها باسترتش او كيس. كل واحد ليه حريه الاستخدام في مطبخه ويعمل اللي هو عايزه. هخلص عجينتي ونرجع نكمل. كده خلصنا العجينه بتاعتنا، شربنا الزيت خالص في العجينه. شايفين العجينه طريه ازاي وناعمه ازاي؟ كده عجينتنا خلصت. هنسيبها تخمر، هنخمرها ونسيبها تخمر. كده خلصنا العجينه بتاعتنا. هسيبها تخمر، هنغطيها ونسيبها تخمر في المطبخ في جو دافي. وهنرجع نجهز الطريقه بتاعتنا، بقيه مكونات البيتزا بتاعتنا. يلا. ودلوقتي بعد الخميره بتاعتنا ما خمرت هنطلعها من الحله بتاعتنا. الخميره انا عاملاها طريه عشان تبقى سلسه معانا احنا بنفردها. اطلعها لكم. وكده بعد ما الخميره بتاعتنا طلعناها، انا رشيت لها شويه دقيق على الرخامه. هنقسم الخميره بتاع العجينه بتاعتنا كور صغيره. احنا هنعملها صغيره مش هنعملها صينيه كبيره. هنقسم العجينه بتاعتنا وهنرصهم. هنقسمها كلها على نفس الوضع زي كده. وكده قسمنا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنسيبها، هنغطيها ونسيبها. وهنجهز دلوقتي مكوناتنا. وكده جهزنا مكوناتنا. عايزين بصل يكون مقطع حلقات وقاسمينه بالنص، زيتون، صلصه طماطم، فلفل الوان، طماطم، ده كاتشب هحطه على صلصه الطماطم دي، زعتر سوري بقى عند العطار، فلفل اسود، ملح، كزبره ناشفه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنشوح البصل دلوقتي في الطاسه. يلا نشوف البصل احنا بنشوحه. هنحط الزيت بتاعنا، هنشوح البصل. ملح،
الكزبره الناشفه هحطها بعد ما اتبل البصل. بنقلب البصله بتاعتنا لغايه لما تدبل شويه، ما نخليهاش تدبل خالص. كده البصله بتاعتنا دبلت، احط لها الكزبره الناشفه واقلب. كده هنبدا نجهز البيتزا بتاعتنا. كده البصله بتاعتنا جهزت اهي، جهزناها وسيبناها على جنب. الكاتشب بتاعنا اللي قلنا عليه هنحطه على الصلصه. الصلصه نحط لها ملح بس، مش هحط لها حاجه تاني. ونقلبها. اللي حابب يحط توابل زي ما هو حابب يحط، ثوم باودر، بصل باودر، زي ما هو عايز يحط. الصلصه دي في يدنا احنا، اللي احنا حابين نحطه، بس انا ما بحبش احط لها اي اضافات. الصلصه بتاعتنا جاهزه اهي. اول حاجه هنبتدي نعمل ايه؟ العجينه بتاعتنا نفردها بتاعت البيتزا. رشه دقيق، ممكن نعملها بالنشابه وممكن نعملها بايدينا، هي العجينه طريه ومش محتاجه، بس انا هعمل كده وكده. كل ما نخلي السمك بتاعها رفيع كل ما بتبقى احلى، لان بتدخل الفرن بترفع تاني مع الخمران بتاع الخميره بتاعها. والبيكنج باودر اللي احنا حطيناه فيها هيخليها هشه. الصينيه بتاعتنا اهي جاهزه، هرش لها رشه دقيق. ممكن نحط سيمولينا بس انا بفضل الدقيق افضل. كده حطينا الصلصه عليها. انا ما رضيتش اوزع على الجناب عشان ما تسيحش معانا وتطلع في الفرن. هنحط توزيعه البصل دي عاملينها صيامي، اللي حابب يحط لها لحمه مفرومه، فراخ يعملها، يحط اللي هو عايزه. نعملها مره تاني احنا باللحمه المفرومه. هنحط لها ايه بعد ما حطينا البصله؟ هنحط الفلفل الالوان نوزعه عليها، الطماطم، الزيتون، ودي اول واحده خلصت. هنعمل واحده تانية بس بالزعتر. الزعتر السوري بتاعنا هنضيف له زيت، ممكن نحط له زيت عباد الشمس او زيت زيتون. هنقلبه بالمعلقه. الزيت تاني، وادي الزعتر جاهز معانا. هنحط العجينه بتاعتنا. المره دي هفردها بيدي، مش هفردها بالنشابه، لان العجينه طريه وسلسه مش محتاجه نشابه. كل ما تكون العجينه طريه كل ما نفردها بسهوله. طبعا هنحط عليها الزعتر، نوزع الزعتر كله. عارفين فكره المناقيش زيها بالظبط، بس طعمها جميل بالزعتر دي. هنوزع الزعتر كله عليها كده. اللي بالزعتر اللي احنا عملناه. هنعمل كمان حاجه تانية برضو حلوه جدا، اولاد هيحبوها جدا. بص، هي فكره البيتزا دي مجالها واسع كتير، والاولاد بيحبوها جدا، بالذات المعجنات. انا هفرد بيدي. صلصة، بصل، فلفل،
طماطم وكمان الزيتون. وده بقى هنعمله نظام ساندوتش. هنقفله كده ونقفل كده زي فكرة السمبوسكة. قفلنا اهو الساندوتش بتاعنا، وكده الساندوتش بتاعنا بيجي جاهز. كده البيتزا بتاعتنا جاهزة. عملنا منها ساندوتش، عملنا بيتزا اللي هي نظام زي اللي بتتباع في المخابز بره، وعملنا منها اللي هي بالزعتر السوري. هحط البيتزا بتاعتنا في الفرن واكمل بقية العجينة كلها زي نفس النظام. وكده البيتزا بتاعتنا جاهزت وطلعت من الفرن. شايفينها طرية ازاي؟ شايفين العجينة بتاعتها رفيعة وجميل. شايفين الساندوتش بتاعها طري ازاي بالحشوة بتاعته من جوه. تنفع نعملها عشاء، ممكن نتغدى بيها، وتنفع لو احنا في جو المصايف ممكن ناخدها معانا البحر. لو عجبكم الفيديو ما تعملوا شير ولايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبالهنا والشفا.